اغلب اللي حواليه بيخسرهم في يوم من الايام. هي بقى كأم كانت بتضغط عاطفيًا على عيالها وبتحاول تبتزهم عاطفيًا. انا عايز ايه؟ هو ده بالضبط. المهم. احقق اللي انا عايزه ازاي؟ اي طريقه. إمم. ابتزاز عاطفي، نقد، لوم، اخليك دايما في المكان اللي انت ملام جدا عليك، دايما انت النقص. احنا بنتكلم كده دايما كاننا مخرجين نفسنا من الموضوع، لكن احنا ساعات بنلعب الدور ده. يعني خدي بالِك الجلاد برضه بيدّي سُلطة وهبة كده للناس إن هو قادر يتصرّف، هو بيتصرّف في الextreme بالغلط، بس في الأول وفي الآخر هو عنده السُلطة شوية إنه يعرف يتصرّف. طبعًا كلّنا شُفنا شخصية ثريا أبو الفضل في مسلسل الحياة والسراب، وقد إيه شُفنا كانت إزاي بتستخدم سُلطتها في إن هي سُلطتها كأم، وسُلطتها كسِت غنية ومعاها فلوس كتير في إن هي تسيطر على اللي حواليها. كانت بتعمل إيه بقى ثريا أبو الفضل؟ كلّنا طبعًا عارفين، كانت اتجوّزت راجل بسيط كويس، كان كويس معاها ومحترم ومش عارفة إيه. هي عشان كانت أغنى منّه، فكانت دايمًا طول الوقت بتنتقده وبتلومه إنه كلام قاسي وجارح جدًا، إن هو مش واصل لمستواها المادي، برغم إن هو كان متعلّم ومُخّه كويس أوي يعني، اللي هو يوسف جوزها يوسف، وكانت بتستخدم سُلطتها على أولادها ال3 بشكل بقى وِحِش أوي. يعني مثلًا ابنها الكبير أبي رياض، لمّا كان عايز يتجوّز واحدة بسيطة، كانت بتستخدم سُلطتها معاه إن هو شخص بيسمع الكلام ومُطيع، كانت بتجبره إن هو ما يتجوزهاش، وأمّا رفض جبرته إن هي مثلًا إن هو يعاملها وِحِش، فاضطرت تعامل مراته وِحِش، واستخدمت سُلطتها مع ابنها الوسطاني إن هو يتجوز نبيلة مرات رياض لمّا مات. فالمهم إن شخصية ثريا أبو الفضل شخصية ينطبق عليها دور من أهم الأدوار اللي إحنا ممكن نلعبها في حياتنا، هو دور الجلاد. الشخص اللي ممكن يستخدم سُلطاته بطريقة غلط تخلّيه يتعامل مع الناس بتعالي وفوقية، يتعامل مع الناس بإن هو فاهم كل حاجة، عارف كل حاجة، بيقول لهم كلام جارح عشان يستجيبوا للي هو عايزه، يضغط عليهم عاطفيًا. هي بقى كأم كانت بتضغط عاطفيًا على عيالها وبتحاول تبتزهم عاطفيًا، فكانت شخصية الصراحة صعبة أوي، أوي. فكام حد مننا يعني جرّب يتعامل مع شخصية يعني دور جلاد و وقد إيه كان صعب. قولي لي كده رأيِك إيه عن هي الجلاد؟ فعلًا هو سبحان الله، إحنا زي ما قُلنا المثلث بتاع كارفمان ده واخد 3 شخصيات، اللي هو المنقذ والجلاد والضحية. إمم. سبحان الله بتلاقيه كل واحد يعني إيه، بيمسك اللي ينفع معاه. يعني تلاقي الضحية ينفع معاها جدًا دور المنقذ، الجلاد ينفع معاه جدًا إيه، الض المنقذ. والضحية الاتنين. هو بيفتري على هو جلاد الاتنين. وِحِش عمومًا يعني. هو نمط فيه شوية فعلًا فوقية قسوة. زي ما أنتِ قُلتِ، وفيه قسوة وفيه سُلطة شوية، ومش بيبُص للي قصاده على قد ما بيبُص لنفسه. أيوه. أنا عايز إيه؟ هو ده بالضبط. المهم. أحقق اللي أنا عايزه إزاي؟ أي طريقة. إمم. ابتزاز عاطفي، نقد، لوم، أخلّيك دايمًا في المكان اللي أنت ملام جدًا عليك، دايمًا أنت النقص. فحتى هي لمّا اختارت حد تعرف تمارس معاه كده، إمم. اختارت حد أقل أقل منها منها عشان تعرف فتقول تمارس له ده سُلطتها أنت مش عليه. زيي. أيوه. فاللي هو الفكر ده جاهز زي ما هي كده، هي إمم. كده. فسبحان الله الدور ده ساعات بيبقى ليه إيجابية شوية عند بعض الناس، إن بعض الناس اللي كده الناس بتخاف منها فعلًا، إمم. ليه تعمل اللي هي عايزاه. أو بيكون عندها سُلطة، أو يكون عندها قوة، يكون عندها فلوس، بتبتدي تتحكم في الناس في الحاجات اللي ربنا مديها لها. إمم. عشان كده يعني في القصة اللي أنتِ بتقوليها دي جوزها سابها ومشي، لكن ولادها هيروحوا منها فين؟ ما عرفوش يروحوا منها في حتة، إمم. فكمّلت دورها عليهم باسم الأمومة. إمم. نلاقيها في المجتمع كتير جدًا في بعض الستات اللي بتبقى محافظة أوي على ابنها، كنز ضخم تملكه في الحياة تملكه، وإن ألف بنت تتمناه، وإن ألف بنت ولا بنت تتمناه. تتمناه. والله. بس بالشكل ده فعلًا ما فيش بنات كتيرة تتمناه. خلّوه لها. فلمّا بقى بعد كده بيتجوّز، ينزل عليه ومراته ويلات التسلُّط من والدته. إمم. لو هو ما عرفش يعمل control لده، وطبعًا هو أكيد يعني في الأغلب مش بيعرف يعمل control، لإن أصلًا التربية بتبقى كده. النشأة غلط. الشخص السلطوي بيصنع شخص اعتمادي جدًا، ليه؟ عشان إمم. ما يستغناش عنه. أيوه. ف ف فبيطلع مش عارف هو يتحكم في حياته. فالشخص الجلاد دايمًا بيختار الناس اللي يعرف سيطر يمارس ده عليهم. معاهم. إمم. آه، ويحافظ لهم على أدوارهم، يحافظ لده على دور الضحية، يحافظ عشان تفضل دايمًا في الzone ده، وأفضل أنا السُلطة ليّا. طبعًا إحنا بنتكلم كده دايمًا كإننا مخرّجين نفسنا من الموضوع، لكن إحنا ساعات بنلعب الدور ده، زي ما قُلنا أدوار ساعات بنلعبها في بعض ده المشاهد في حقيقي. حياتنا. إمم. لمّا نمسك حد نقعد ننقده ونلومه جامد جدًا، جدًا، أو عتابنا يبقى قاسي أوي، طب ما أنت لعبت دور الجلاد هنا، إمم. حوّلت اللي قصادك إن هو يا ضحية، يا هيحاول يهجم زيّك ويكون هو كمان يقابلك بطريقة مناسبة، فمش برضه بنوصل لحاجة صحية أو سوية. فالفكرة هنا إنه الجلاد
هو بيخسر إن أغلب اللي حواليه مش حقيقيين، أغلب اللي حواليه بيخسرهم في يوم من الأيام. إمم، يعني كتير من الأمهات السلطوية أول ما ولادهم بيكبروا لو ولادهم طلعوا عندهم شخصية شوية بيبتدوا يتخلوا عنها على قد ما يقدروا. إمم، ليه؟ ما هم خلاص هم ممكن لا وعي، مش لازم يبقوا متعلمين الكلام، بس هم لا وعي مش قادرين على التسلط والتحكم أكتر من كده، حاسين إن هو كبروا، حقهم يختاروا، حقهم يشوفوا هم بيحبوا إيه بيكرهوا إيه. فبيبقى بيسمع حواليه ناس مش حقيقيين مضطرين ليه، لأن هم محتاجينه، سواء فلوس سواء سلطة أو قوة أيا ما كان اللي بيتحكم في الناس بيه. إمم، فالناس من جواها مش بتحبه، وانت مخلي الناس حواليك بس مش بتحبك، ولو اول فرصه جات لهم هيمشوا يسيبوك. ده حقيقي. ممكن يكون الناس موجودة كمان في حياته لمصلحة معيّنة. هم عايزين ياخدوا مصلحه منه اه. حاجة معيّنة زي حد غني فياخد منه يستفيد فلوس. منه منافذ يستفيد منه استفادات معيّنة، أو كمان موجود خوفًا من وضع حلو هو فيه، فيبقى خايف إنه يخسر الشخص ده، حاسس إنه عامل عليه سُلطة. يعني خدي بالِك الجلاد برضه بيدّي سُلطة وهبة كده للناس إن هو قادر يتصرّف، هو بيتصرّف في الextreme بالغلط، بس في الأول وفي الآخر هو عنده السُلطة شوية إنه يعرف يتصرّف. ففعلا فالناس اللي حواليه يا اما بيبقوا هم مش حقيقيين باي شكل من الاشكال، يا اما خايفين منه، يا اما زي ما انت تقولي مصلحجيه، إمم، يا اما فعلا ناس هيسيبوه في اول لحظه مع اول معترك مع اول منفذ يعرفوا ينفذوا منه بجلدهم. ده حقيقي. فالدور ده احنا ساعات احنا بنلعبه، بس ساعات ما بناخدش بالنا، ساعات امهات بتلعبه. إمم، والامهات كمان لانها ساعات بتاخد من مبرر الامومه مبرر لكل حاجه هي بتعملها. أنا أم فاعمل اللي أنا عايزاه. اه، ومبرر حاجات الامهات فعلا بتستخدمها تحت اسم البر، ممكن تحت اسم انا ماما فمش إمم، بتعرف تعمل حاجه. بس ده اكتر كمان مع الاطفال قوي. آه، يعني سبحان الله دي بتبين حاجات في الشخصيه كتير قوي، فكره تربيه الطفل. تشوف لما ربنا يحطك يعينك على حد يديك آه، حد بتعامله ده ازاي. حقيقي فعلًا. فده بيكون يعني ايه جزء بيبان جدا جدا جدا. وساعات بيكون مع الرجالة، مع مراتاتهم، ساعات يعني بيكون الراجل مع الراجل الست بفكرة إن أنا الراجل وأنا عندي القوامة عليكِ، بس هو بيستخدم القوامة بشكل بشكل غلط سلطه مش تمامًا، قوامه. ده حقيقي، فممكن يعمل ده فعلًا مع مراته، دي وتبقى حقيقة. النتيجة برضه كويسة، يا إما بتطلب الطلاق يا إما بتعيش معاه وهي ضحية. مهم. يا اما برضو الست بتلعبه مع جوزها، بتعيش ده دايما حقيقي في طبعًا، خانه التقصير قوي، آه، وخانه المذنب دايما، دايما هو المخطئ، هي مش بتغلط. مش عامل اللي عليه، ده مش مش بيعمل بيصرف، اللي مش عليه. عارفة إيه، فهي ادوار يا اما بنلعبها ساعات لقطات، ودي لازم ندركها بحيث ان احنا نعرف هو انت ده حقيقي، ينفع تلعبها ولا ما تنفعش. يا اما حد بيبقى متبنيه كده وعايش بيه. إمم. لا، المفروض ان احنا اي حد بيسمعنا دلوقتي المفروض ان هو حاسس انه الدور ده بيلعبه كتير شويه او اغلب حياته، يبتدي ان هو يشوف ازاي ممكن يصلح ده جواه. شايفه ممكن نصلح ازاي لو انا حد ناقد قوي، لاذع قوي في اللوم، بضغط دايما على الناس. أول حاجة أعرف إني أنا مش هابقى مالك كل حاجة في إيديّا، ربنا هو المهيمن الوحيد اللي في الكون، ومش معنى إن ربنا مدّيني سُلطة معيّنة كأم أو كزوج أو كزوجة إن أنا أقدر أستخدمها ضد اللي حواليّا، بالعكس أنا يعني الراجل ربنا مدّي له القوامة عشان يقدر يحتوي مراته على كل الجوانب، الأم بتربي وبتحتوي وبتدعم وبتطلّع نموذج المفروض كويس للمجتمع، فأي حد يستخدم سُلطته بشكل غلط أو الextreme منها، بيطلّع نماذج غير سوية، بيطلّع ناس مش هيحبوها ينفروا منّه، حتى زي ما إحنا قُلنا لو موجودين حواليك شوية ناس مع طبيعة الحال خلاص مش هيبقوا ماشي. موجودين، كمان تطبيقًا للآية العظيمة اللي بتقول: "ولو كنت فظًّا غليظ القلب لانفضوا من حولك." وباحب أوي الآية العظيمة اللي بتقول: "وقُل له قولًا لينًا." لمّا ربنا قال لسيدنا موسى روح لفرعون في يوم الزينة، فدايمًا شوفي ربنا بقى في الدعوة في الدين اللي هي أكبر حاجة أصلًا، شوفي والواحد اللين كافر بربنا اصلا. كافر وبيدعي الألوهية، يعني هو مش كافر بس ده هو بيقول أنا الإله يعني. فشوفي حتى في الدين ربنا قال لين. اللين والرحمة، الغلظة بتخلّي الناس تمشي من حوالينا، كده عمر ما الغلظة هتخلّي الناس اللي حواليك تكون موجودة أو تسمع كلامك، اللين والرحمة هم اللي هيقرّبوا الناس منك. وفي فرق بين الحسم وما بين آه، الشده والنقد اللاذع والكلام ده كله. في فرق ان انت تحسم في الامر، انا ممكن احسم وانا هاديه جدا، ممكن احسم وانا بزعق وجايبه صوتي اخر ده الجيران. حقيقي. فالجلاد عشان يطلع من الدور اللي هو بيلعبه ده محتاج ان هو يدرك الكلام ده اصلا. رقم اتنين يدرك حقيقه اللي هو بيعمله في اللي حواليه وتاثيره عليهم زي ما ذكرنا. إمم، تالت حاجه يبتدي بقى هو وعى وانفصل كده عن الموقف، يبتدي يشوف طب انا ممكن اعمل ايه. انتقد ماشي، انتقد بس نقد بناء، ما أيوه، تهدش اللي قصادك. أيوه، افهم ان انت مش من حقك تتحكم في البني ادمين، إمم، حتى ولادي هم مش ملكي، هم عباد الله بالضبط، سبحانه وتعالى. إمم، هم مأمورين بالبر وكل حاجه ومن عند ربنا وعكس عقوق، بس مش فكره تحكمي فيهم. إمم. هم مش ملكي، ربنا سبحانه وتعالى ما ملكنيش عليهم.
فادراكه لمدى مسؤوليته ومدى حقه في التسلط على الناس اصلا إمم. بيوصل لفين. طب خلاص ربنا مديك فعلا ناس تتحكم فيهم، بتتحكم فيهم بمعنى ايه؟ فانت محتاج ان انت تلاقي عقلك بديل. احنا عقلنا دايما لو ما حطينالوش بديل بيرجع تاني نفس الحاجه اللي هو كان فيها. إمم. فانا لو انا فاهم ان انا ماشي، طب انا عليا سلطه على اولادي، ما انت ليكي سلطه على اولادك بالذات كمان السن الصغير. ايوه، السلطه دي تمارس ازاي؟ محتاجه اعلم عقلي، عشان لو ما علمتوش دي مش هعرف اعملها. انا لو زوج وعايزه احقق القوامه، بس دلوقتي عرفت ان هي سلطويه، متحكم مش قوامه، إمم. يبقى يعني ايه قوامه في دي؟ اروح ادور عليها، طب اعمل دي بالضبط. ازاي؟ وهكذا. انا لو زوجه وبعتب على زوجي، بس الطريقه دي جلات هتخليه ينفر مني اصلا، إمم. يتجنبني، يتحاشاني، يعمل خناقه. إمم. طب انا ازاي اوصل له وجهه نظري او اللي ضايقني او اللي انا محتاجاه يحصل بس بطريقه مناسبه؟ إمم. فدايما محتاج العالم يدور على البديل. انت بتستخدم ده كنوع من انواع السلطه، خايف الناس تبعد، لا استخدم الاساليب اللي تخلي الناس تقرب بقى. ده حقيقي. تحكمك شغال حلو جدا، لكن عشان فعلا الناس تفضل حواليك مش بيبقوا حواليك بحاجه تانية غير الحب. إمم. فازاي الناس يحبوك، ازاي تتواصل معاهم، هو ده دورك علشان تتعلم.